النوع اللي هنتكلم عنه في فيديو النهاردة من انواع البيرنج هو الفور بوينت كونتاكت بول بيرنج، وبيتصنف انه تبع عيلة الانجولار كونتاكت بول بيرنج، فبيسموه بالفور بوينت انجولار كونتاكت بول بيرنج. واللي بيميز النوع ده هو التلامس عند 4 نقط بين الكور وبين الحلقة الداخلية والحلقة الخارجية، عشان كده بيسموه بالفور بوينت انجولار كونتاكت بول بيرنج. وده بسبب ان الحلقة الداخلية للنوع ده من البيرنج عبارة عن قطعتين او مقسومة 2، عشان كده بيتقال عليه نوع قابل للفك يدويا، لان انا اقدر افك النوع ده بايدي لاكتر من جزء. بقدر افك نص الحلقة الداخلية واقدر افك النص التاني برضه، وبيتبقى الحلقة الخارجية والكور مع بعضهم بالقفص. وهتلاحظوا ان كل الانواع اللي اتكلمنا فيها قبل كده ما بنقدرش نفكها على عكس النوع ده. والنوع اللي زي ده بيكون سهل الفك عشان وانا بركبه الموضوع يكون سهل معايا. وسهولة الفك والتركيب ادت مصنع البلية دي ميزة اضافية، وهي انه بقى يقدر يضيف عدد اكبر من الكور بشكل سلس، وبالتالي البلية تشيل حمل اكبر. وفي الاساس هي مصممة بالشكل ده عشان تدعم او تمتص الاكسيال لودز او التحميل الجانبي في الاتجاهين، وده بيخليه مختلف عن الانجولار كونتاكت بول بيرنج اللي عرفناه في الفيديو اللي فات، واللي بيشيل الأحمال المحورية في اتجاه واحد بس، وقدرتها على تحمل الأحمال عالية جدا بجانب السرعات العالية. ولأن مفيش حاجة كاملة 100%، لأن الكمال لله وحده، النوع ده قدرته على تحمل الأحمال الراديال أو الرأسية ضعيفة، وده بسبب إن الحلقة الداخلية مقسومة نصين، فالحمل جاي من فوق بشكل رأسي من الحلقة الخارجية ثم للكور ثم للحلقة الداخلية، فهيخلي جزئين الحلقة الداخلية ينفصلوا عن بعض، فالبلية تبوظ. وعشان كده هي ضعيفة في الأحمال الرأسية، وبرضه عشان كده لازم يكون جنبها بلية قادرة تشيل معاها الأحمال الرأسية. الشركات لما جت توصف النوع ده من البيرنج خلوه مختلف شوية عن الأنواع اللي اتكلمنا عنها قبل كده من عيلة الراديال بول بيرنج، واللي كان أكوادهم بيبدأوا برقم 6 مثلا أو 7. النوع ده الكود بتاعه بيبدأ بحرف بدل رقم، زي مثلا كيو جي 316. أول حاجة عندنا السلسلة اللي بيتم تصنيف البلية تحتها، ودي بتكون كيو جي، ودي بتعبر عن إن النوع ده تابع لعيلة الفور بوينت كونتاكت بول بيرنج. والأرقام اللي بعد الحروف دي بنعملها نفس معاملة الأنواع اللي فاتت اللي اتكلمنا عنها قبل كده، بحيث الرقم اللي بعد الحرف على طول بيعبر عن قدرة تحمل البلية دي، وكل ما الرقم أكبر كل ما عرض البلية بيكبر وقطرها الخارجي بيكبر وقدرتها على تحمل الأحمال بتزيد. وآخر رقمين بيعبروا عن القطر الداخلي للبلية أو قطر العمود، وبرضه بيتبع قاعدة الضرب في 5. ولكن زي ما قلنا قبل كده إن القاعدة دي بنعملها لما نلاقي الرقم 4 وفوق، أما لو لقيناه 0 أو 1 أو 2 أو 3 فدول أرقامهم ثوابت زي ما احنا شايفين. أما الحروف اللي بتكون مكتوبة بعد الكود الرئيسي واللي بنسميها suffix أو الملحقات، فهي بتدل على بعض المواصفات الإضافية اللي بتفرق من نوع للتاني. زي لو لقيت مكتوب مثلا MBA، ده معناه إن القفص بتاع البلية معمول من النحاس، وده بيخليها أقوى وتتحمل سرعات أعلى. لو لقيت مكتوب TVB، ده معناه إن القفص معمول من مادة البولي أمايد المدعمة بالألياف الزجاجية، وبيكون اسمها بالإنجليش جلاس فايبر رينفورسد بوليمايد، وده بيكون أخف وزنا وأقل ضوضاء، لكنه مش بنفس قوة النحاس في التحمل. لو لقيت مكتوب N2 أو N2، ده معناه إن في حزين في الحلقة الخارجية للبلية عشان تركب تيلة، وده بيكون غالبا عشان يثبت البلية في مكانها بشكل أفضل مع جسم المعدة. وبكده فيديو النهاردة خلص، ولو وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك في قناة اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.